رجعنا لكم تاني، وزي ما شفتوا في التقرير انا وجمال حمزه. جمال حمزه ضيفي النهارده، كابتن جمال حمزه، الاخ الاصغر بالنسبه لي وصديقي العزيز جدا جدا جدا. عليه علامات استفهام كبيره جدا، قعدت معاه كتير لكن في حاجات في دماغه لسه ما بفهمهاش لغايه دلوقتي، ولا هو متهيألي هو فاهم هو عايز ايه. لكن معانا طبعا نجم كابتن جمال حمزه، بحييك وبشكرك انك معانا النهارده. عامل ايه يا جيمي؟ الحمد لله كله تمام. يعني زي ما بقول، يعني انا قعدت معاك كتير لكن فعلا في حاجات بحس ان انت مش فاهم انت عايز ايه يا جمال. انت عايز ايه؟ يعني انت امكانيات، يعني ما شاء الله ما شفتش لعيب زيك في كرة القدم. ممكن ما يبقاش مجهودك كبير لكن انتاجك غزير جدا جدا جدا، معشوق جماهير الزمالك. كنت بتشوف ازاي معانا في التقرير الجمهور بيعشقك ازاي يا جمال. انت حاسس بايه دلوقتي واحنا بنتفرج على التقرير ده؟ شايفك فيه لحظة شرود كده نوعا ما. لا طبعا الايام جميله طبعا، اكيد كلها كانت ايام في ايام حلوه وايام كانت صعبه شويه مرت علينا كلنا اكيد، يعني مش عليا انا بس اكيد طبعا يعني دي اسعد ايام يعني انا موجود في نادي الزمالك. طب ليه ما مسكتش فيها يا جمال ما دام كانت اسعد ايامك؟ ولا انت ساعتها ما كنتش حاسس ان انت لا كان اسعد في ايامك؟ ظروف صعبه في نادي الزمالك مرت عليا كمان وعلينا كلنا يعني، بس كانت ناس معينه بالذات هي اللي كانت شايله القصه يعني. فانا جالي موضوع المانيا، فقلت ان انا يعني ابعد شويه سنه او سنتين وبعد كده ارجع تاني للنادي. طب خليني قبل ما تسافر المانيا يا جمال، واحد زيك كان طلع طلعه كبيره جدا، الناس كلها مارادونا نادي الزمالك، اللي جايب 7 اجوان في الاهلي. ما اعتقدش ان حد جابهم في نادي الزمالك حتى الان، يعني حتى كابتن حسام وابراهيم. حسام يعني ما جابش 7 اجوان، جاب كمل الاجوان اللي جابها في الاهلي، لكن ما حدش جاب 7 مع الزمالك ضد الاهلي غيرك متهيألي. يعني كابتن علاء الحمولي الله يرحمه. يمكن انت مذاكر، انت هتبقى مذيع شكلك. يعني اللي بيجيب انت عارف جون في الاهلي اصلا بيعيش عليه 20 سنه. انت لسه عندك كام؟ 28 ولا 29 سنه. 7 اهداف في الاهلي لم يشفعوا ليك طبعا، مع اهدافك الغزيره، مع حب الناس. ايه اللي خلاك تحس ان الناس دي جايه عليك يا جمال؟ انت دايما يعني مش حاسس ان انت غلطت، حاسس بس ان هم الناس اللي جت عليك انت ما غلطتش؟ لا مش غلطت، بس يعني كان في يعني انت كانت فرقه 30 لعيب بتتحاسب 4 5 لعيبه هم اللي بيتحاسبوا. فده مش موجود في الكوره يعني. طب ليه ما كملتش، ما دوستش، ما اول حاجه كان عادي يعني خلص صغير كنت يعني لسه. كان لسه كان السنه دي كان عادي بيخلص، كان عادي خلص، وكان في لسه المجلس الاداره كان لسه في انتخابات. بس انت كنت مقرر الرحيل يا جمال؟ انا كنت مقرر الرحيل. انت كنت زهقان؟ لا كنت زهقان. كنت حاسس ان انا مش هقدر العب تاني في الجو ده. ايه اللي وصل الناس انها تزهقك وانت تزهق؟ يعني انت كل الحاجات اللي عندك كلاعب كوره موجوده، الناس بتحبك. ايه اللي ما كناش بنكسب، ما بتكسبش. طب ما في ناس، ما شيكابالا كمل اهو ما كانش بيكسب برضه، وعبد واحد كمل ما كانش بيكسب، بس بمشاكل برضه يعني. ما انت شيكابالا شايف السنه اللي فاتت والسنه دي كلها مشاكل. ما هو ده اللي كان بيحصل. ما انا ممكن اقعد العب ماتشين 3 وبعدين 4 5 ماتشات مش موجود، مشاكل. هو ده اللي كان بيحصل. انت بتيجي فتره خلاص مش يعني بيبقى لود عليك، انت مش قادر تستحمله لوحدك يعني. في فرقه كوره 11 في الملعب و7 بره او وات ايفر يعني، الناس المتأيده كلها دي كلها الفرقه، مش واحد او اتنين يعني. فانت كنت بتيجي تحاسب يعني الجمهور والاعلام كان بيحاسب 3 4 لعيبه. في ناس كمان تقول انت ما عندكش الاصرار ولا الروح او التمرين انك تبين لا انا هدوس على نفسي، انا هخلي الناس تبان ان انا كويس، ان انا ما عنديش مشاكل. يعني انت ما عندكش ليه الاصرار؟ انت لسه صغير. لا ليه؟ لا مش بحس. لا مش بحس بالموضوع ده لا خالص. يعني الناس كلها تقول لك ممكن يكون الموضوع، لا اصل موضوع التمرين ده على جنب يعني. دي حاجه، ده قدرات. يعني انا ممكن نتمرن احنا الاثنين نتمرن، انا تمريني اضعف من تمرينك كده، تتمرن اقوى مني لغايه دلوقتي. والانتاج ممكن يبقى احنا الاثنين زي بعض او انا اكتر. يعني هي الموضوع مش موضوع تمرين. لا يعني بس وقت ما يبقى في مشاكل دايما اللعيب مش بيمثل لكن بيبين لا انا ما عنديش مشاكل، انا بقدر اتمرن كويس. لا مش بعرف افصل بقى الموضوع ده. لا مش بعرف افصل دايما نفس التمرين. لا سيستم واحد. لا مش بعرف افصل. موضوع ان انا بيبقى في مشكله او عندي مشاكل او حاجه، لا بتبان على يعني بتاثر عليا وبتاثر على ادائي اكيد يعني. مين المدربين اللي عرفت تتعامل معاهم والمدربين اللي ما قدرتش ابدا تتعامل معاهم يعني؟ والله يعني المدرب كان بيريحك وعارف ان انت جمال مش مهم اتمرن كويس لا هتلعب، ومين المدرب اللي كان لا انت لازم تتمرن عشان تلعب كوره؟ والله كابرال كان موضوع فنجاده كان معانا كلنا كويس جدا. الكابتن احمد رمزي، الكابتن اسماعيل يوسف طبعا.
من اكتر الناس اللي يعني تعاملوا معايا بطريقه كويسه. مم. وهو يعني من احد الاسباب اللي خلتني اروح نادي الجونه يعني. مين بقى اللي انت ما عرفتش تمشي معاه خالص، الكيمستري بتاعتك مش ماشيه معاه، او الكيمياء يعني مش ماشيه معاه خالص؟ والله مش فاكر يا حازم، مش فاكر. المدربين كتير قوي اللي دمرنونا الصراحه. كجوده كان صعب قوي، بس كان بيحبك، كنت بتلعب ايام بس كجوده، كان هو كان صعب. بيمسكني انا بس ساعتها. لا بس كان صعب شويه. والاخ الاخراني ده كان اسمه ايه مش فاكر، اللي وقفنا ده. لا هولمان. هو هولمان ده صعب قوي برضه، كان صعب. طب ليه يا جماعه بتاخدها ان هو صعب، وليه ما تاخدهاش ان هو ده حقه، ان هو مدرب لازم يجي لا يمرن؟ حقه، ما انت بتقول حقه، بس هو ما عرفش يتعامل معايا. هو دي ده سيستمه هو ده، يعني مش هو الغلط. انت تقول صعب، لا مش هو اللي غلط، صعب معايا انا. يعني ممكن يكون مش هو ليه بقى غلط. صعب؟ كان بيقول لك تتمرن وانت مش عايز تتمرن؟ لا مش حكايه تمرين ولا حاجه، بس حكايه يعني المعامله بتبقى الاجانب برضو بيبقى المعامله بتاعتهم جامدين شويه. جامدين شويه. بس كان كرول جامد جدا. كلهم اجانب. كان كرول جامد جدا، وكان بيحبني جدا يعني. هو تمرينه عنيف، انت عارف. كرول كان تمرينه عنيف جدا، بس يعني الحمد لله كنت بلعب يعني على طول. طب يا جمال، دايما كان وانت في نادي الزمالك بيرتبط، يعني انا هرجع طبعا في الاخر، كان عندك كابتن انور سلام برضه ما عرفش تتعامل معاه نهائيا يعني خالص. يعني انت ما اتمرنتش اساسا معاه عشان تتعامل معاه؟ اتمرنت اسبوع. طب قول لي دلوقتي الدنيا وصلت معاك فين يا جمال في الجونه يعني؟ لا ما فيش حاجه خالص، انا مش موجود يعني. ما كابتن انور رافض ان انا ارجع التمرين طب والفلوس اللي انت خدتها بالنسبه لهم هي خلاص انتهت يعني؟ مش لا خلاص، ما هعمل ايه؟ هرجعها يعني؟ لا يعني هم هو الموضوع عندهم مش عندي انا. انت لو قال لك تعالى بكره اتمرن هتتمرن؟ انت بتتمرن دلوقتي ولا بتمرن لوحدي؟ بتتمرن يعني. وهو كابتن انور اسبابه ايه طب يا جمال يعني ايه الاسباب؟ ما اعرفش. انت اتعاملتش معاه خالص؟ لا. الاسباب اللي هي المشكله اللي حصلت من الاول خالص، ان هو عايزك تروح بالاتوبيس وانت عايز تروح بالطياره؟ لا خالص، لا مش كده. لا. امال ايه؟ مش عايزين نقعد نتكلم في حاجات قديمه انا نسيتها اصلا. فهي حصلت مشكله وان انا اتحولت للتحقيق، والمفروض ان انا كنت بعد التحقيق راجع للتمرين. رحت التحقيق ورجعت، قال لا مش هينزل التمرين غير لازم امضي عقد. مشكله مثلا اتهجمت عليه، اتكلمت عليه؟ لا خالص. لا مشكله ايه طيب؟ نوعيتها مش لازم تقولها يعني. ايه اللي حصل في المشكله في التمرين؟ انا ان انت مش هتنزل التمرين يا جمال حمزه يعني. انا زي ما بقول لك كده، كان في حاجات حاططها انا كنتش عايز اعملها، ان اتمرن لوحدي هناك في الجونه والفرقه هنا في القاهره. فقلت لا مش يعني ازاي. قبل ما يحصل مشاكل خالص؟ لا بعد الموضوع ما حصل. فدلوقتي ان انا امضي على عقد جديد على بياض. فطبعا ما وافقتش على الكلام ده اكيد يعني. طيب خليني يعني يقال يا جمال عليك ان انت لاعب صاحب مشاكل ومؤامرات يعني كلنا يعني بتبقى انت بتشله وشلاليه، ودايما اللعيبه لازم تبقى تحت امرك وتحت طوعك، لا اما تبقى تخلص عليهم في النادي والكلام ده. يعني نادي ايه؟ الزمالك يعني، ان انت لعبت في اكتر فتره في الزمالك يعني الكلام ده ايه مدى صحته؟ وما تقعدش تقول لي بقى حاجات اللي احنا بنقولها يعني. عايزك تقول حاجه. لا مفيش حاجه بالكلام ده خالص. ما هو ليه طيب؟ ما فيش حاجه بتطلع. ما هو برضه هقول لك حاجه، ما فيش حاجه دخان من غير نار يعني. لا عادي. في نادي الزمالك لا عادي. في نادي الزمالك كنا بنشوف حاجات عجيبه كتير على اللعيبه. حاجات عجيبه جدا في نادي الزمالك بتحصل. يعني انت شايف ان انت ما فيش اي حاجه عملتها سلبيه؟ لا خالص مع حد يعني. لو هقول لك على حاجه، لو انا يعني في مشكله او بيني وبين اللعيبه، او بيني زي ما انت بتقول كده، ان انا مسيطر، او الناس مش هتحبني. ده اول حاجه هتحصل، اللعيبه نفسها مش هتحبني. انت شايف اللعيبه كانت بتحبك كلها؟ الحمد لله كل الناس بتحبني. عندك علاقات لغايه دلوقتي يا جماعه؟ الناس كلها بتكلمني لغايه دلوقتي. تخش النادي بعد ما رحت النادي الاهلي؟ دخلت عادي. دخلت عادي؟ والله؟ مفيش حاجه. رد فعل الناس ايه؟ دخلت الملعب ولا دخلت النادي؟ دخلت الملعب، مش فاكر دخلت الملعب ولا لا، بس دخلت النادي كذا مره يعني. والناس علاقتها بيك ايه او ولا بيك ايه؟ لا مفيش حاجه خالص. طيب خطوه النادي الاهلي يعني انت رحت الاهلي وساعتها حتى تصريحات طلعت ان انت خلاص بقيت لعيب اهلاوي، والاهلي هو بالنسبه لك دلوقتي الامل وكل حاجه، وفقدت او خليت نفسك تفقد يعني جمهور نادي الزمالك. شهر وفوجئنا جمال حمزه انا عايز امشي من الاهلي، ومشي من غير استغنى، من غير فلوس يعني. حتى اول مره الاهلي يسيب لعيب فجاه كده من غير فلوس، عشان هو ما دفعش فيا فلوس. ايوه ما حدش فاهم حاجه يعني. انا يعني ما حدش فاهم. الناس عارفه ان هو الموضوع. ايوه بس موضوع افريقيا بس طبيعي بقى يعني. قول لي ايه اللي حصل بجد؟ الناس اللي مش حصل الناس تقول لك اصل في كلام طلع وفي